من مورا 8 شهور عاودنا عشنا الاجواء ديال كوب دو موند قطر. اللبؤات ديالنا عاودوا فرحونا، المنتخب ديالنا عاود هز بالرايه المغربيه. الالمان مكلاسيه الثانيه عالميا من مورا امريكان في الفيفا الثانيه. اما المغرب بعيد كل بعد الاخوان، ما كانوش عنده حظوظ كاع نهائيا باش يتاهل لهذا الدور. تخيلوا معايا دوله بحال فيتنام الاخوان، الفيتنام اللي بعيده فايته المغرب في الكلاسمون ديال الفيفا. اوزبكستان عباد الله فايتانا، اوكرانيا اللي فيها الحرب فايتانا. المغرب مكلاسي 72 عالميا، المانيا هي ثانيه. بيناتنا 70 دوله، بعاد كل بعد ولكن المستحيل ليس مغربيا. اذا الحساب الرسمي لكأس العالم للسيدات فيفا نشر صورة للمنتخب المغربي وقال: غيرنا اللعبة وصنعنا التاريخ. نهار 24 يوليوز كانت اول مشاركه ديال المغرب في كوب دو موند ديال النساء، واللابؤات ديالنا دخلوا مدهشرين وطحنا مع الماكينات الالمانيه اللي مكلاسين ثانيين واللي كانوا داخلين جايين باش يديوها، وخسرنا ب6-0. وخرجوا بزاف ديال المواطنين مغاربه اللي نساو قطر، نساو شنو طرا في كوب دافريك الاقل من 23 عام، نساو كوب دافريك النسويه، نساو الفوتسال، نساو البرتغال واسبانيا اللي ربحنا، وبداو كيضحكوا وكيقولوا هذا هو حالنا. وكاين البعض منهم اللي بدا كيكريتيكي عاوتاني فوزي القجع وقالوا لهم هذا هو الحال ديال المغرب. 6-0 الاخوان، ما خلاو تنمر، ما خلاو طلعه، ما خلاو طرولات، ضحكوا على دوك البنيتات مزيان. ونهار 30 يوليوز لعبنا مع كوريا وربحناهم ب1-0، جبنا 3 النقاط، وبداو احقا خاصنا نربحوا والاخرين خصهم يتعادلوا، وبداو كيقولوا ان خاصنا واحد الحسابات باش ندوزوا. والبارح 3 غشت طرات المعجزه. المنتخب ديالنا غادي يطيح منتخب كبير اللي هو كولومبيا، اللي عنده لاعبات كيلعبوا في الدوري الاسباني مع الريال ومع الاتليتيكو مدريد، وطيحناهم 1-0. والمانيا تعادلات مع كوريا، واللابؤات ديالنا تاهلوا وعاودوا كتبوا تاريخ من مورا ديك 6-0. والمانيا اللي المانيا تقصات بحال المنتخب ديالهم د الرجال في قطر، نفس القصه كتعاود. حنا تاهلنا ودرنا المعجزه في قطر وهما تقصاو، والبارح حنا درنا المعجزه في استراليا ونيوزيلندا وتاهلنا وهما تقصاو. ودابا غادي نطيحوا مع ماما فرنسا. الصحف الفرنسيه قبل ما يتلعب هذا الماتش الاخوان ديال البارح اللي كان بين المغرب وكولومبيا والاخر بين كوريا والمانيا، خرجوا الصحفيين الفرنسيين كيقولوا ان المنتخب ديالنا تاهل وغيطيح يا اما مع كولومبيا يا اما مع المانيا. غنتسناو شنو غيطرا. ما ذكروش المغرب الاخوان، كانوا دايرين نفكروشهم كيقولوا هادو ما يمكنش يتاهلوا. شوفوا الغرور الاخوان. ولكن من مورا ديك 6-0 الاخوان خرج المدرب رينالد بيدروس المغربي وقال ان كان واحد دعم مباشر من صاحب الجلاله الملك محمد السادس. قال لهم هانيه خسرتوا ماشي مشكل، فكروا في الماتش الاخر. هو قال بفمه الاخوان. Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui nous a soutenus après cette défaite justement contre l'Allemagne. On l'a senti derrière nous, il était derrière nous. Et ça nous a aussi donné de la force. On est le premier pays arabe à se qualifier pour ces huitièmes de finale et c'est absolument exceptionnel. تخيلوا معايا جاو مدعم ملك اللبؤات ديالنا، واخا خسروا ب6-0 وعاودوا ناضوا وضربوا كوريا وضربوا كولومبيا وقصاو هذوك اللي ضربوهم ب6-0. راه الخيال العلمي. وكاع هذوك اللي تنمروا على اللاعبات ديالنا وطرولاوهم وطيحوا منهم وبغاو يشككوهم في راسهم، داروا هادشي كامل بسبب المانيا. وفين هي دابا المانيا؟ راه رجعوا لبلادهم. وهنا اللبؤات ديالنا عطاونا ميساج: تيق في راسك معلم، واخا طيح عاود نوض. دابا كيف ما قلنا غادي نطيحوا مع المنتخب الفرنسي ديال واحد المدرب اللي كيعرفنا مزيان وكنعرفوه مزيان، ايغفي غونار، اللي مشى معانا الكوب دو موند روسيا في 2018، اللي كان كيدرب المنتخب ديالنا، هذاك مول القميجه البيضاء اللي ديما كيغوت. المنتخب الفرنسي كانت عنده اوبجيكتيف واضح يدوزوا هما الاولين وباغيين يديو كوب دو موند. حنا المنتخب ديالنا كانت عنده اوبجيكتيف وحده. الهدف الاساسي اللي قال المدرب بيدروس هو اننا ندوزوا دور المجموعات بحال داكشي اللي كان عندنا في قطر. ودابا البنات وصلوا للوبجيكتيف ديالهم وحققوا الهدف. علاش مشاو؟ دابا خصهم يحيدوا كاع الضغط اللي عليهم ويفكروا في هذه المقابله الجايه اللي عندها واحد الرمز كبير واللي الثأر ديال المغرب بين يديهم الاخوان، حيت ما خصناش نساو شنو داروا لينا في قطر. كوب دو موند خرجونا منها. والفيديو اللي درت لكم البارح وريتكم شحال ديال الصحفيين ديالهم كيعايروا في اللعابه ديالنا نهيله بن زينه وكيكريتيكيو فيها وكيقولوا ان الحجاب ما مزيانش. كنتمنى انها هي تماركي عليهم باذن الله، وبغيت نشوف رده الفعل ديالهم من بعد. وبنات المغرب قادرات ينجحوا في اي مجال، فالمراه المغربيه تبارك الله عليها فين ما حطيتيها كتقضي الغرض. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهذا الفوز هذا اكيد كنهديوه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس.
الله ينصرو ويحفظوا لينا يا ربي ويخليه تاج فوق راسنا والاسره العلويه. الالمان ديسكاليفيات 3 ديال الفراقي افريقيا الاخوان طلعوا المغرب جنوب افريقيا ونيجيريا. كنشوفوا الرئيس ديال لا فيفا جاني انفانتينو فرحان بهذا التاهل التاريخي ديال اللبؤات الاطلس وكيقول ديما مغرب وناشط وفرحان وكيبوستيها في السوشيال ميديا ديالو. وكثر من هذا الشيء كيحتفل مع اللاعبه نهيله بنزينه المحتجبه كيدق ليها على خوتنا. وهذا الشيء كامل كيساعد المغرب في تنظيم كاس العالم 2030. البرتغال كيشوفوا، اسبانيا كيشوفوا، لا كاف كيشوفوا ولا فيفا كيشوف. المغرب ما بقاش داخل باش يشارك، المغرب ولا كيدخل باش يتنافس. واخا ضربوا 6-0 عنده 7 الرواح. الفريق اللي غنلعبوا معاه الفرنسي جاي باش يديها وعاطين واحد لابريم لايغفي غونار ديال 600,000 اورو، 600 مليون ديالنا الى داها. كيحفزوا فيهم الاخوه والماتش الاخر ديالهم يلا ربحوه ب6. وهذا الرقم 6 عجيب، كنتمنى يكون بورت بونور ديالنا. خسرنا ب6 وهذيك الفرقه اللي ربحاتنا ب6 تقصات. لعبنا كوب دو موند ديال البياره الاخوان ديال النساء ضد فرنسا وربحناهم ب6 وهما اللي مختارعين هذه اللعبه 6-0. ودابا الماتش الاخر ديالهم رابحين ب6 وجايين يلعبوا معانا. كنتمنى يكون بورت بونور ديالنا هذا الرقم. ربحناهم في كوب دو موند البيار للسيدات، ربحناهم في كوب دو موند ديال اي سبورت فيفا. ودابا خاصنا نبينوا للعالم اننا ماشي قل منهم، اننا ما بقيناش مستعمره ديالهم، اننا ما كنخافوش منهم واننا نقدروا نربحوهم. المدرب رينالد بيدروس قال ان المنتخب المغربي كيعرف مزيان وكيفهم مزيان المنتخب الفرنسي، وهو شخصيا هذا المدرب كيعرفهم مزيان حيت تدرب بزاف ديال اللاعبات اللي كيلعبوا في هذا المنتخب. علاش وكيفاش؟ انت سيادنا هذا رينالد بيدروس قبل ما يجي يدرب اللبؤات ديالنا المدرب ديال اولمبيك دو ليون الفريق العريق الفرنسي. وبزاف ديال اللاعبات اللي هو طلع من هذا الاولمبيك دو ليون كيلعبوا دابا في المنتخب فرنسا ديال ايرفي رونار. كيعرفوهم مزيان وكيعرفوه مزيان، وهذا راه شيء ايجابي. انت بيدروس ولد الكره النسويه، كيفهم في الكره النسويه مزيان احسن من ايرفي رونار اللي معروف عليه وكان كيدرب غير فرق ديال الرجال. يلا جاي من السعوديه وقبل كان في المغرب وقبل كان في لافريك، وهذه هي اول تجربه ديالو مع العيالات. وكنظن البيداغوجيه باش تكوتشي فريق النساء غادا تكون مختلفه على البيداغوجيه باش تكوتشي فريق الرجال. وشفنا في الماتش الاخر ديالهم راه تخلعوا بفمو قالت تماركوا عليهم 3 البيوت وكانوا غادي يخسروا، كانوا رابحين ب5 ومخلوعين. وهذا الشيء حنا كنشوفوه. خاص نتغلبوا على هذه العقده ديال فرنسا. واخا يجي ايمانويل ماكرون يتفرج ما خاش اللعابات ديالنا يدهشروا حيت ديجا وصلوا لوبجيكتيف ديالهم حققوه. هذا الشيء اللي بقى فوق الشبع ما خصوش يكون ستريس. نتلاقاو هذا النهار 3 الجاي 8 غشت مع 12 باش نتفرجوا في هذا الماتش. وباذن الله بغيت هذه الخطره خوتنا وخواتاتنا يخرجوا للشوارع ويحتفلوا كما احتفلوا الفريق ديالنا في قطر، حيت هاد اللبؤات جالسين يكتبوا في التاريخ. المستحيل ليس مغربيا، وديما ارفع راسك الفوق وكون فخور انك مغربي.